السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالكم اي توكس. حلقه جديده وفيديو جديد مهم بزاف للناس اللي بادين يعني بروغرام ولا رحله ديال تعلم اللغه الانجليزيه. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غيكون عباره عن مجموعه من الاخطاء اللي حرفيا كتعطل التطور ديالك في اكتساب هذه اللغه هذه. دونك اي واحد فينا بادي شي حاجه اي حاجه الا هو كيوقع في مجموعه من الاخطاء. هذه الاخطاء هذه سواء كتعطل له الوقت انه يكتسب ديك الحاجه في واحد الوقت قصير، سواء انه كتخليه يبني واحد الحاجه بشكل خاطئ. وريزولت داكشي كيكون هو النتيجه ديال انك كتكتسب واحد الحاجه ولا كتعلم واحد الحاجه بواحد الشكل ماشي صحيح. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوف مجموعه ديال الاخطاء. المطلوب منكم نتوما هما انكم توعوا بهم وتحاولوا في الممارسه ديالكم تجنبوهم قدر الامكان، يعني تعملوا العكس ديالو. دونك قبل ما نبدا، الا كنتي ما ابونيش في لاشين ديالنا، حاول تدخل تعمل سبسكرايب وتجوني الكوميونيتي ديالنا في تيليجرام. دونك مجموعه ديال البراكتيس اليوميه اللي كتنزل تما باش تحاول تبراكتيسي الانجليش ديالك وتطورها نهار على نهار. دونك ما تنساش تخلي سبسكرايب. ليتس جيت ستارت. اول خطا اللي نهضر عليه في هذا الفيديو هذا هو ان عندنا واحد الكونسيبت خاطئ على تعلم اللغه الانجليزيه. دائما كنربطوها بالستادي انجليش. انا خصني ستادي انجليش. هذه الجمله هذه خطا. حنا في اللغه الانجليزيه ما كندرسوش اللغه الانجليزيه، لان الدراسه بشكل عام الا بغينا نفهموها هو اننا كيكون عندنا واحد البروغرام ولا واحد البيريود اوف تايم ديال الدراسه كنقراو فيها شي حاجه معينه، وفي الاخر كندوزو فيها واحد الكويز ولا كندوزو واحد الاكزام، وغالبا كتكون في واحد المده معينه، يعني عندها البدايه ديالها وعندها النهايه ديالها. في اللغه الانجليزيه هادشي ما كاينش. اللغه الانجليزيه كتطلب منك الممارسه المستمره، يعني انت اذا ما كملتيش كتمارس هذه اللغه ووقفتيها فراه ترجع للور. دونك هذا هو الخطا اللي كنعملو. فور اكزامبل كنمشيو نسجلوا في شي سونتر، كنقراو واحد شهر شهرين 3 شهور اولا كاع عام، وكيجينا الله صافي شادين هذه اللغه هذه اكتسبناها بشكل بيرفكت. ولا مثلا يكون عندنا شي استاذ كنقراو معاه في واحد المده معينه. هادشي خطا. اللغه كتطلب منك الممارسه، كتطلب منك انها تكون واحد روتين من الديلي روتينز ديالك اللي كتعملهم افري داي، لانها الا وقفتي الممارسه ديالها كترجع للوري وكتحس بالنيفو ديالك كيرجع. والدليل على هادشي هو امتحان ديال الايلتس. هو واحد تيست كامبريدج يونيفرسيتي. هذا التيست هذا كتعملوه باش تيستي القدره ديالك او النيفو ديالك في اللغه الانجليزيه. هذا التيست هذا كدوزو كيبقى لك يعني فعال لمده ديال عامين، ومن بعد ما كيبقاش يعني يمكن لك تستخدمه ولا تخدم به، خصك تدوز واحد التيست اخر. دونك هنا كتبين ان اللغه مورا واحد بيريود اوف تايم خصك تجدد تشوف المستوى ديالك، لانها الا ما مارستيهاش النيفو ديالك كيرجع للور. دونك مزيان نفهموا هذا الكونسيبت هذا. اللغه الانجليزيه ما مرتبطاش بواحد الوقت. دونك خصك تكون عندك واحد الروتين عاملو في الروتينز ديالك اللي كتعملو افري داي باش نهار على نهار كتزيد طلع في المستوى ديالك. ثاني خطا ومن بين الاخطاء الصراحه اللي كنشوفهم عندهم دور كبير في البطء ديال الاكتساب ديالك لهذه اللغه هذه، وهو التقسيم ديال تعلم الاساسيات ديال اللغه. كاملين كنعرفوا بان اللغه كتكون اربعه ديال بحال كنقولوا الاركان الاساسيات ديالها بحال الاساس ديالها. هاد اربعه الاساسيات اللي اوف كورس يكونوا في اي لغه كما كنعرفوا كاملين هما listening reading speaking and writing. دونك هادو اربعه الاساسيات ضروري انك تكون كتعطي كل وحده الحق ديالهم. الخطا اللي كيوقعوا فيه الناس هنايا هما فور اكزامبل الا هضرنا على البيجينر المبتدئ، هو فور اكزامبل كيمشي مثلا كيهضر باللغه الانجليزيه بواحد الشكل كبير وكيعطي الوقت سبيكين بواحد الشكل مفرط لدرجه انه في النهار ما كيكتسب والو وكيبقى كيهضر. دونك انت كتهضر شنو غتخرج؟ دونك ما عندكش اللي ما دخلتيش واحد الحاجه اللي تقدر تخرجها. دونك هنايا التقسيم اولا عدم تقسيم الوقت بواحد الشكل صحيح كيأثر على الاكتساب ديالك لهاد اللغه. فانا فور اكزامبل كنصح اي مبتدئ في الاول يعطيني لسنين واحد البرسنتاج كبير في الوقت ديال الممارسه ديالو. دونك على سبيل المثال تقدر تعطي 75% وانت غير كتسمع اللغه الانجليزيه فقط، واحد 25% كتقسم بين reading and speaking and writing، لان بطبيعه الحال الا ما دخلتيش اللغه ما عاد تكتسبهاش. وافضل طريقه باش تدخل بها اللغه هي الليسنين. هذا بالنسبه للبيجينر. بالنسبه للانترميديت تقدر مثلا تهبط ديك البرسنتاج شويه، تخليها مثلا 50% ديال الليسنين، كيبقى هو البرسنتاج الكبير لانك باقي خصك تكتسب اللغه، و50% اللي باقا كتخليها لحاجه اخرى reading speaking and writing. الادفانسد
كما كتعرفوا كيكون مرتاح انسان بدا كيكتسب اللغه كيحس براسو كيعرف كيخرج كيهضر مزيان ما عندوش شي مشاكل في الليسنين هذاك فقط كيعمل لي ديك فاينل تاتش ديالو في اللغه وكيكون الاكتساب ديالو بواحد الشكل هو كيتحكم فيه بغا يكتسب شويه اليوم غدا اكثر البرسنتاج هو كيتحكم بداك الشكل هو اللي باغي دونك هاد النقطه هذه مهمه بزاف حاولوا نردوا ليها البال المبتدئين والنيفو المتوسط يحاولوا يسمعوا اكثر من انهم يهضروا لان عندكم مثال بسيط اذا مثلا قلت لك ارسم لي واحد رسم معين هذا الرسم معين نوصفه لك فقط بالكلام وانت مثلا ما عندك حتى شي فكره عليه ما عندكش دي زيكزامبل في عقلك دونك اوف كورس ما تقدرش ترسم ديك الرسم اللي انا كنطلب منك ولكن اذا عطيتك بزاف ديال اكزامبلز وقلت لك شوف تانسبيرا من هادشي هذا وخرج لي واحد ديزاين او واحد العمل ديالك دونك اوف كورس ملي كتكون شفتي وعينك وعقلك خداو واحد الفكره اوف كورس تبدع وغتخرج واحد الحاجه العكس انني نعطيك ديك العمل وما نوريك حتى شي حاجه ما نوريك حتى شي اكزامبل ما نعطيكش واحد الانسبيريشن دونك هنا يكون عندك مشكل في انك تخرج ديك الخدمه هذه دونك كذلك اللغه الا ما سمعتيهاش وما دخلتيهاش من عقلك بافضل طريقه اللي هي الاستماع ما يمكنش تهضر بها ولا تكتب بها هذا الخطا هذا you must avoid وتحاول تقسم الوقت ديال الممارسه ديالك بواحد الشكل صحيح واحد المثل كيقول if you don't use it you lose it دونك هذا هو الخطا الثالث اللي عنده علاقه بهذا المثل هذا هو الريبيتيشن اذا ما كنتيش كتعاود تخدم بالحاجه اللي تعلمتي اوف كورس ما غتبقالكش في عقلك وما ترسخش بواحد الشكل جيد كل نهار الحاجه اللي كتكتبها كتراجع داكشي افري داي كتراجع شنو راجعتي البارح كتكون واحد الريبيتيشن دونك اللغه خصها واحد الريبيتيشن خصها واحد اعاده بحال اللي كنقولوا المراجعه اللي كتكون شبه يوميه لان الا ما عملتيش هذه الحاجه هذه كون مؤكد الحاجه اللي تعلمتيها هذه شهر ما تبقاش عاقل عليها دونك الريبيتيشن عندها دور كبير والناس اللي ما كيعملوش او الاشخاص اللي كيمارسوا اللغه وما كيعملوش الريبيتيشن دائما كيوقعوا في الخطا ديال انهم كينساو وهذا مشكل كبير اذا كنا كنساو الحاجه اللي كنتعلمها الخطا الرابع واللي بزاف ديال الممارسين ديال اللغه في البدايه ديالهم كيكونوا متحمسين بزاف انهم يكتسبوا بزاف ديال العدد ديال الفوكابولري ديال الاكسبريشنز الممارسه الصحيحه ديال اللغه ما كتكونش باكتساب واحد العدد كبير من هادشي اللي ذكرناه ديال الاكسبريشنز فريزز الاهم هنايا هو اننا نعقلوا على اكبر عدد ونمارسوا ونستعملوا اكبر عدد من الحوايج اللي اكتسبناهم كما كنعرفوا كاملين quality is more important than quantity تقدر تكون عندك 100 كلمه كتعرفها ولكن ملي كتجي تهضر اولا كتكتب ولا ما كتقدرش تخرج ولو حتى واحد 10% من داك الشيء اللي حافظ هنايا we need to make sure ان الحوايج اللي كنكتسبوهم دخلوا بشكل صحيح ونقدروا نخدموا بهم سواء في الرايتين سواء في سبيكين دونك هنايا ما كنهتموش بالعدد ديال الكلمات ولا الاكسبريشن اللي كندخلوا العقل ديالنا كاين بزاف ديال الناس عندهم ما شاء الله واحد العدد يعني كم هائل من الفوكابولري والاكسبريشن ولكن الفعاليه ديالها في التحدث ولا في الرايتين فور اكزامبل ضعيفه لان علاش لان كيكون فقط كيدخل وكيخلي عنده ديك الباكاج ما كيخدمش به دونك هنايا خصنا نفوكسيو في الاهميه ديال اكتساب الكلمات او حفظ هذه الكلمات هذو في العقل ديالنا خصنا نتاكدوا بان الاكسبريشن والفريزز والجمل المهم داكشي كامل اللي كندخلوا العقل ديالنا نعرفوا نخدموا به نعرفوا نستخدموه ماشي غير يدخل فهم هيدا بواحد الشكل سريع وندخل العقل ديالي لان اوف كورس ملي نجي نكون جمله ولا نهضر ولا نكتب شي حاجه غنواجه مشكل كبير الخطا الخامس والاخير اللي عندنا في هذا الفيديو هذا هو ما يتعلق بالمواضيع ديال اللغه الانجليزيه مثلا الشخص ملي كيكون كيمارس اللغه كيكون مثلا كيمين واحد الموضوع ولا عنده واحد الكميه ديال الفوكابولري في واحد الموضوع وكيبقى فيه ما يبقاش شي موضوع ولا شي فيديو يسمع له ولا يبراكتيسي فيه انجليش كيمشي نفس الموضوع فور اكزامبل مثلا كتعجبو السبور كيبقى يسمع غير بودكاست اللي عنده علاقه بالسبور هذا خطا كبير في الديلي لايف ماشي انت كتحط راسك في الكونتكست ديال الموضوع كيحطك دونك انت مثلا فور اكزامبل كتكون في واحد سيتويشن وكتجبر راسك كتهضر دونك هذا الموضوع هذا اللي غتهضر عليه دونك انت خصك تكون عندك درايه عليه ولا عندك واحد الفكره عليه هنايا علاش خصنا ننوعوا المواضيع ديالنا فور اكزامبل اليوم سمعت مثلا واحد البودكاست على ولا فيديو في يوتيوب على سبور غدا نقدر مثلا نبدل هذا السبور ونمشي نسمع مثلا واحد البودكاست على الساينس ماشي مثلا الساينس ما عنديش معاها ما نمشيش نبراكتيسي مثلا اللغه ديالي في هذا الموضوع هذا خطا كبير دونك انت ما كتعرفش فويا تستخدم اللغه الانجليزيه تقدر تكون في الزنقه تقدر تكون في واحد جوب انترفيو اذا وانت كتمارس اللغه خص يكون عندك واحد التنوع في المواضيع وانت كتعلم وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا نتمنى الاخطاء اللي ذكرتهم في هذا الفيديو يكونوا مفيدين لك تحاول ما امكن تعمل العكس ديالهم ولا تجنبهم باش الاكتساب ديالك مع الوقت يكون عنده ثمار في الاخر تحس براسك النيفو ديالك كيتزاد ماشي كينقص اولا كيبقى في مطعم دونك هادشي اللي كان عندنا في الحلقه ديال اليوم ما تنساش تخلي فولو تحت تخلي
كومنت اذا عجبك الفيديو، تعطينا تبارطاجي معنا الاخطاء اللي فور اكزامبل كنتي كتعملهم وملي حيدتيهم النيفو ديالك بدا كيتزاد. دونك تشارك هاد الاخطاء هادو باش البنادم اللي كيتفرج او الاشخاص اللي كيمارسوا اللغه الانجليزيه يستافدوا معاك. دونك هادشي اللي كان عندي اليوم، نشوفك ان شاء الله في فيديو اللي ما جاي. السلام عليكم.